ازاي تفرق بين الخبر الصحفي الحقيقي والمفبرك؟ اسعد الله اوقاتكم بكل خير. حلقه جديده من حلقات الوعي مع الجورنال. معكم على رشاد، مذيع ومراسل صحفي. عنوان حلقه النهارده: الخبر المفبرك اخطر مما تتخيل. لكن قبل ما نعرف ازاي نفرق بين الاخبار الصحيحه والمفبركه لازم نفهم حاجه مهمه. خليك عارف ان اكتر من 90% من الاخبار اللي بتتنشر بسرعة مش اخبار اصلا، دي طعوم عشان يصطادوك بيها. كمان لازم تفهم اننا في حرب شائعات، حرب مش بالسلاح لكن حرب تكنولوجية. مصر تخوض الان حرب وجودية. اوعى تسمح لحد يكسر ارادتك ويكسر ارادة جيشك، ان بعد كسر الارادة مفيش شيء تاني. الحرب دي هدفها نزع إرادتك وحبك وولائك لبلدك، وتخليك تشكك في كل حاجة حواليك، قياداتك وجيشك ومؤسساتك، لأنهم عارفين قوة الجيش المصري وإنه عمود البلد. وعشان يدخلوا مش هيدخلوا عن طريق حرب تقليدية، ولكن عن طريقك أنت بتضليلك واستخدامك. وعشان كده لازم تقف بجانب بلدك وجيشها اللي حافظ على البلد وقت أزمتها. البلد الضعيفة بتتخطف، ومن أيام شفتوا اللي حصل في فنزويلا، بلاد كتير وقعت والخراب حل عليها، وربنا وحده هو اللي حفظ مصر بفضله وكرمه. وانت شايف وانا شايف وكلنا شايفين، رغم كل اللي حوالينا من أزمات، مصر بتتقدم عسكريا وبتبني نفسها وماشية في طريق صح. وده واجعهم قوي، وواجع كل عدو كاره، وده اللي خلى الحقد يزيد. ما تجيش انت بقى بتصرفاتك الغير مسؤولة على وسائل التواصل الاجتماعي تخليهم ياكلونا ويدمرونا. عارفك هتقول ايه؟ انا معاك، في غلاء حرامية في فساد، قول زي ما انت عايز. لكن في مصريين شرفاء اتحملوا عشان بلدهم تعيش، ناس ضحت بأرواحهم، جنود ماتوا على الحدود عشان انت تعيش وبلدك تعيش. وانا من هذا المنبر أناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأناشد مجلس النواب تشريع قانون يساوي قانون الإرهاب ضد أي فاسد وحرامي ومرتشي وبلطجي في هذا البلد، عشان الكل يخاف ويعرف إنه لو أفسد أو سرق أو بلطج العقوبة شديدة. لأن البلد عانت الأمرين من الفاسدين والحرامية والبلطجية أكتر من الإرهاب وأعداء الخارج. عشان كده بقول لك خلي بالك، لازم تبقى واعي وفاهم باللي بيحصل حواليك. ودلوقتي وفي 5 خطوات بس أخليك تفرق بين الخبر الصحيح والخبر الغير صحيح، عشان بعد كده ما تسمحش لحد يلعب بيك أو يضللك أو يستغلك أو يستخدمك. نمرة 1: العنوان، لأن العنوان أول حاجة بتلفت نظر القارئ. لو العنوان صادم زيادة عن اللزوم وبيخوفك أو يستفزك فجأة، اعرف انه في احتمال كبير جدا يكون طعم لاصطيادك مش خبر حقيقي. ثانيا: المصدر. اسأل نفسك، الخبر جاي منين؟ موقع معروف، ولا صفحة مجهولة، ولا مصدر خاص من غير اسم؟ خليك عارف ان الخبر الحقيقي دايما له مصدر واضح وشخص او جهة تتحمل مسؤوليته، غير كده يبقى مش خبر. رقم 3: التفاصيل. الخبر الصحفي الحقيقي بيكون مليان تفاصيل، أرقام، تواريخ، تصريحات موثوقة. إنما الخبر المفبرك كلام عام ومطاط من غير دليل واضح. رقم 4: الصورة والفيديو. مش كل صورة دليل على صحة خبر، مش كل فيديو حقيقة. النهاردة الذكاء الاصطناعي بيعمل كل حاجة، في صور قديمة وفيديوهات مقصوصة أو خارجة عن سياقها. لو مش متأكد من الخبر اوعى تشير، ريح نفسك وريحنا معاك وريح البلد منك، وجرب تبحث بنفسك وهتتفاجئ بالحقيقة اللي هتزعلك في الآخر. آخر حاجة رقم 5: ردود الفعل. لو الخبر صحيح هتلاقيه مشهور في أكثر من وسيلة إعلام محترمة، وعندنا في مصر مؤسسات صحفية كبيرة ممكن تحصل منها على المعلومات اللي انت عايزها، زي الأهرام والأخبار والجمهورية والقنوات المصرية التابعة للدولة سواء أرضية أو فضائية، ومواقع معروفة بمصداقيتها. والخبر هتلاقيه واحد في كل مكان من غير تجويد، اللي بيتقال هنا هو اللي بيتقال هناك.
لكن لو الخبر موجود في مكان واحد بس خد بالك عشان ما تقعش في خطأ وتتسبب في أذى ليك ولبلدك ومجتمعك وناسك. الخلاصة، الخبر المفبرك بيستهدف مشاعرك، بيلعب على مشاعرك، يستغل أي قرارات تمسك كمواطن ومزعلاك ويبني عليها أكاذيب لغاية لما يخليك تكفر بكل حاجة حواليك. لكن الخبر الحقيقي بيخاطب عقلك وهتلاقيه منطقي ومؤسسي ومهني، وهتسمعه وهتقراه في كل وسيلة إعلامية. في النهاية خليك واعي، لأن مشاركة خبر غلط ممكن تعمل ضرر أكبر مما تتخيل. الوعي مش رفاهية، الوعي مسؤولية، ولازم كلنا نكون قدها. إلى لقاء جديد في حلقة من حلقات الوعي مع الجورنالجي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم اجعل سعيي وعملي وبرنامجي لوجهك الكريم. دمتم بكل خير.